احتفلت رابطة يلو برادونز بالإسماعيلية بمرور 5 سنوات على إنشائها، وعلى هامش الاحتفال طالبت الرابطة بضرورة عودة النشاط الرياضي. النهارده ان شاء الله بنحتفل ب5 سنين مرور على تأسيس الجروب ان شاء الله، يعني من يوم 27/10 تأسيس جروب الترا سيلو دراجون في 2007. والنهارده زي كل سنه كده معودين الجروب بتاعنا ان احنا نحتفل في شوارع اسماعيليه مدينتنا اللي احنا بنحتفل فيها كل سنه. احنا كان نفسنا نحتفل المدرجات اثناء والدوري راجع وكل حاجه، لكن طبعا احنا محتارين بالحالتين. احنا في نفس الوقت عاوزين القصاص للشهداء وحقهم موجود، في نفس الوقت لازم النشاط يرجع عشان خاطر الناس اللي هي من الناس اللي بتاكل عيش من ورا الكوره والدوري واللعبه في مصر، عشان احنا اصلا هي دي حياتنا الدوري، وفي نفس الوقت عاوزين القصاص برضو للناس اللي الشهداء وكده. عايزين الدنيا تمشي زي ما هي، زي ما تعاقب المصري تعاقب الاهلي، وعايزين الدوري النشاط يرجع بس بشروط ان انا العب في ملعبي، ما العبش في السويس، العب على ملعبي، لان عندي ملعب هنا وعندي ملعب الجلاء بيشيل 15,000، عندي ملعب الجلاء بيشيل 15,000، ومن حق ان الدوري يرجع بجمهور زي ما الاعلاميين بيقولوا ان اكل عيشهم هو الدوري، فبرضه الجمهور برضه من حقه ان هو يخش الاستاد ويتمتع بالتشجيع وكده. مسيره حاشده لالترا سيلو دراجون اصطفت شوارع الاسماعيليه من اجل الاحتفال بمرور 5 سنوات. الاسماعيليه، محمد علي.